السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال تانية ثانوي، أخباركم إيه؟ رجالتنا وبناتنا كمان، علشان الناس اللي هي زعلت اللي أنا بقول رجالتنا بس، خلاص بعد كده رجالتنا وبناتنا. أهلا بيك في الترم التاني، ترم بسيط وسهل. دايما يا مستر تقول لي الكلمة دي وبخش آخد على قفايا زي ما خدت الترم الأولاني. مبدئيا كده أنا مستني تقول لي أنت جبت كام الترم الأولاني، علشان لو أنت جبت درجة مش كويسة نقدر إن شاء الله نتابع معاك ونحسنك الترم ده، لأن دي فعلا آخر فرصة قبل ما تخش تالتة ثانوي، ودي فرصة جبارة جدا ان انت تقدر تحسن من نفسك، سواء تتعلم ازاي يا مستر افهم مش احفظ بس، واتعلم ازاي يا مستر احل كتير يا مستر. مش معنى كده ان الترم ده ثالثه ثانوي بتعتمد عليه، لا خالص، بس هي بتعتمد على شطارتك وكفاحك ومجهودك ان شاء الله. فانا عاوزك تعمل مجهود كبير الترم ده، علشان لما تيجي تخش ثالثه ثانوي ونطلب منك ان انت تعمل مجهود كبير تبدا من اول السنه وانت كبير يا بطل. مبدئيا عاوزك كده تركز معايا في الفيديو ده، واقول لك الخطه اللي احنا هنمشي بيها ان شاء الله الترم ده، علشان الترم ده مختلف باذن الله. هنحاول ان احنا ننزل لك الفيديوهات بسرعه، الشرح بتاعها بسرعه. على فكره لو انت جيت بصيت هتلاقي في قائمه تشغيل فيها شرح الدروس بتاعتنا، ولكن انا قلت هشرح لك من جديد بشكل جديد بصوره جديده. يعني لو انت ازهر او نظام جديد ان شاء الله الدنيا معاك فل. بعد كل فيديو ان شاء الله هنزل لك فيديو فيه اهم الاسئله اللي موجوده عندك. مش بس كده، امال هتعمل ايه معانا؟ هعمل لك ان شاء الله كده فيديوهات فيها يعني دقيقه ونص فيها فكره جديده في سؤال تقيل. يعني من الاخر انت تقدر تحل اتخن سؤال. مش معنى كده ان انا الاقي لك تبعت لي على الواتس 5 6 7 ورقات مليانه اسئله وتقول لي يا مستر حل. لا، انا بساعد كله لكن ما تجيبليش 5 6 ورقات معنى كده ان انت اصلا ما فهمتش حاجه خالص. لا، انا عاوزك تفهم وانت تحل وتقول لي بص الفكره دي يا مستر، اروح اقول لك تلمحها انت على طول. وبفضل الله انا مش هخلصك هنا من الدرس كشرح او حل غير ما اقول لك اي فكره موجوده عندك في الكتاب، لان اصلا المذكره اللي معانا دي فيها اسئله من كذا كتاب، واحنا ان شاء الله لمين لك الدنيا. قبل ما ابدا الفيديو ده عشان ما اطولش عليك، انا عارف ان البدايه طويله، بس قبل ما ابدا الفيديو ده عاوزك شير الفيديو ده لكل زمايلك، وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، ولايك على الفيديو ده، لان ان شاء الله احنا محتاجين دعمكم الكبير الترم ده عشان نقرب من حلم ال 100,000 مشترك. دعواتكم يا ابطال. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. بص يا سيدي، اول ما جيت دخلت الترم ده لقيت الدنيا مختلفه تماما خالص. لقيت ايه يا مستر؟ قال لك والله احنا هنتكلم عن خاصيتين. خاصيه ايه وخاصيه ايه؟ خاصيه الكثافه وخاصيه الضغط. مبدئيا كده الموضوع سهل وبسيط، بس الراجل حب يفكرك باساس صغير قوي. ايه هو يا مستر؟ قال لك انا عاوز اعرف هي الماده ليها كام صوره؟ هو المفروض ليها اكتر من صوره، بس انت دلوقتي عندك 3 صور لازم تعرفهم. اول صوره، الماده موجوده في الحاله الصلبه، المادة موجودة في الحالة السائلة، المادة موجودة في الحالة الغازية. لما تيجي كده تبدأ تفتح مخك شوية، يعني ايه انا عندي مادة موجودة في الحالة الصلبة؟ يعني انا عندي، انا قلبت فلاحي كده ليه؟ يعني انا عندي الماده بتاعتي دي عباره عن جزيئات، تمام؟ الجزيئات دي يا مستر لو الجزيئات قريبه من بعض فهتلاقي ان هم كلهم مترابطين، مهما تشد فيهم هتلاقيهم ماسكين في بعض جامد. فمعنى كده ان الماده موجوده في الحاله الصلبه. زي عندي حته الخشبه، هتلاقي ان هي كلها ماسكه في بعض، يعني الجزيئات مقربه من بعض، يعني قوه التماسك بين كل جزيء والتاني كبيره، يعني معنى كده هي ليها شكل ثابت. يبقى ركز معايا، المادة موجودة في الحالة الصلبة، معنى كده ان الجزيئات وبعضها لا قوة التماسك بتاعتها كبيرة، يعني المسافات البينية بين كل جزيء والتاني مالها صغيرة ولا كبيرة؟ لا صغيرة قوي يا مستر. المسافات البينية مفيش مسافات بينية، صغيرة قوي خالص. يبقى المسافات البينية بين كل جزيء والتاني صغيرة. تاني حاجة، قوة التماسك، لا قوة التماسك كبيرة، ماسكين في بعض مش قادرين يسيبوا بعض. بص كده جامد، مش قادرين. طيب تالت حاجه مثلا، ليها شكل ثابت ولا شكلها بيتغير؟ انت لو جبت حته خشبه فدي ماده موجوده في صوره صلبه. هل دلوقتي لو انا جبت حته الخشبه وحطيتها ببرطمان كبير كده الاقي حته الخشبه دي خدت شكل البرطمان؟ الاجابه لا، يبقى شكلها ثابت. وبالتالي المواد الصلبه نقدر نطلق عليها ان هي موجوده في في صوره جوامد. تمام. تعال نخش على الصورة السائلة. ايه الصورة السائلة دي؟ يعني انا معايا حتة حديدة اللي هي موجودة في الصورة الصلبة وبدأت اسخنها، يعني رفعت درجة حرارة، فاصبح اصبح ان الجزيئات وبعضها بدأت تبعد عن بعض شوية. هتلاقي حتى كده لما انا اسخن حته الحديده دي تحت درجات حراره كبيره قوي
او مثلا وليكن معاك حته تلجه وبدات ان انت تطلعها بره الفريزر بتاعك، فبيحصل ايه؟ بتتحول من صوره صلبه لصوره سائله. ودي الصوره الثانيه اللي الماده بتبقى موجوده فيها، ان هي تبقى موجوده في صوره سائله. يعني ايه؟ يعني انا عندي المسافات البينيه بين كل جزيء والتاني بتبقى متوسطه، في مسافات بينيه ايه؟ صغيره. تاني حاجه قوه التماسك ما بتبقاش كبيره زي ايه؟ قوه التماسك اللي موجوده في الصوره الصلبه. ليه؟ لان في مسافات بينيه بين كل جزء والتاني، فمش ماسكين في بعض قوي. تالت حاجه يا مستر، هل ليها شكل ثابت؟ الاجابه لا. هات يا عم ميه وحطها في جردل كبير كده، وبعد كده هات شويه الميه دول برضو وحطهم وليكن في كوبايه بس طويله، هتدلق دي في دي فهتلاقي اخدت شكل مختلف تماما خالص. يبقى تاخد شكل الاناء اللي موجوده فيه، حسب شكل الاناء هتلاقي ايه؟ الميه اخدت شكل الاناء اللي انت حطيته فيه. هل يا مستر نقدر نقول على المواد السائله ان دي يا مستر جوامد؟ لا مش جوامد، نقدر نقول عليها ان هي ايه؟ موائع. يبقى اول حاجه انا عندي اول نوع من الموائع الايه؟ الموائع السائله. طيب تعالى بقى كمان نسخن، نرفع درجة الحرارة على كوباية المية دي، هبص الاقي ايه؟ المية اتحولت لبخار. يبقى انا كمان عندي ان المادة موجودة في صورة غازية. ايه المادة موجودة في صورة غازية دي؟ يعني المسافات البينية بين كل جزيء والتاني كبيرة جدا، كبيرة جدا، اقسم بالله ممكن تحط دماغك بين كل جزء والتاني، كبيرة قوي. يبقى تاني حاجة كمان نقدر نقول ايه؟ هل كده في قوة تماسك بين كل جزء والتاني؟ لا، كل واحد بيقول يا عم سلام عليكم، انت في حتة وانا في حتة، يبقى قوة التماسك تكاد تكون منعدمة. تالت حاجة يا مستر، هل ليها شكل ثابت؟ لا يا عم، انت عندك الغرفة اللي انا فيها دي، الغرفة دي فيها غاز، الغاز ده هو واخد شكل الغرفة اللي انا فيها. طب الغرفة اللي انت قاعد فيها اكبر من بتاعتي، برضو الغاز واخد شكل الايه؟ الغرفة اللي انت فيها. يبقى هو بايه؟ بياخد شكل الحيز اللي موجودة فيه، يعني ملهاش كمان شكل ايه؟ ثابت. يبقى نقدر نقول ده كمان النوع التاني من الايه؟ الموائع. ايه كلمة الموائع دي؟ دي الموائع دي مادة قابلة للانسياب، ليها شكل ثابت؟ ملهاش شكل ثابت. زي مين؟ زي المواد السائلة والمواد الغازية. يبقى بتاخد شكل الحيز اللي هي موجودة فيه. يبقى احنا كده عرفنا ايه؟ الموائع. طب لو جه سألني في الامتحان وقال لي انا عاوز اعرف الموائع ليها كام نوع؟ نوعين، اما تكون الموائع اللي موجودة في الصورة السائلة او تكون الموائع اللي موجوده في الصوره الصلبه. طيب يا مستر ايه المميزات بتاعتها؟ لو جبنا الموائع اللي موجوده في الصوره السائله نقدر نقول هل يا مستر ليها شكل ثابت؟ اسمع كده، ايوه يا مستر ليها شكل ثابت. يا راجل بص كده يا عم، يعني انا لو جبت وليكن مثلا شويه ميه، ادي شويه ميه وجيت حطيتها في اناء كبير كده، فهتيجي تقول لي ايه؟ والله سهله، عباره عن مساحه القاعده في الارتفاع. طب يا مستر رحت جبت انبوبه بس رفيعه شويه، يعني قطرها اقل شويه، هتقول لي برضو مساحه القاعده في الارتفاع. انت غيرت في المساحه فالطول بدل ما كان قليل الطول زاد، فهتلاقي ان ليها حجم معين. تاني حاجه قابله للانسياب. يا عم قابله للانسياب، زي الشلالات، تلاقي الميه جايه من المنطقه العاليه للمنطقه الايه؟ القليله، يعني من مستوى عالي لمستوى اقل، فايه؟ قابله للانسياب. ثالث حاجه هل قابله للانضغاط؟ المواد السائله، اسمع كده بقى الحته دي عشان لما ربنا يكرمك وتخش كده هندسه قسم ميكانيكا هتلاقي ان الحته دي ايه؟ غريبه شويه. هيجي يقول لك ان الموائع السائله ده اللي عندنا في الكتاب غير قابله للانسياب، يعني غير قابله للانضغاط. يعني يعني بالصلاه على النبي كده، بص كده، يعني انا دلوقتي يا مستر لو عندي اناء والاناء ده فيه سائل ورحت جبت وليكن مكبس، ادي مكبس، وهضغط عليه بقوه جامده جدا من فوق، هل يا مستر الميه دي هتنزل لتحت شويه؟ يعني المكبس ده هينزل ولا هيفضل ثابت زي ما هو؟ هو بص في الكتاب قايل لك لا، هيفضل زي ما هو. ليه؟ لان الماء ده او المواد السائله غير قابله للانضغاط. لكن هتلاقي بقى لما ربنا يكرمك كده وتخش هندسه هيقول لك لا، المواد السائله قابله للانضغاط تحت الضغوط او القوه العاليه. ليه؟ لان احنا لسه قايلين من شويه ان المواد السائله، اسمع كده، المسافات البينيه بين كل جزيء والتاني
متوسطه، يعني في مسافات بينيه صغيره، في كده غاز ما بين كل جزء والتاني، فلما اضغط عليه بقوه شويه هينزل بنسبه صغيره، بس احنا بنتجاهلها. انا ما قلتلكش حاجه، انا اللي قلت لك ان المواد السائله غير قابله للانضغاط. اما كلمه قابله دي بيني وبينك كده ان شاء الله لما تكبر. تمام. طيب تعالى كده نشوف خصائص الموائع اللي موجوده في صوره ايه غازيه. اول حاجه يا مستر بتشغل الحيز اللي موجوده فيه. تاني حاجه يا مستر زي الانبوبه، عاوز ايه اللي زي الانبوبه؟ بتبدا تطلع من بتبدأ ان هي تطلع من المكان الاكبر في الضغط للمكان الاقل في الضغط، عشان كده بنقول ان هي قابلة للانسياب. يبقى انسياب الغاز من الضغط الاعلى للضغط الاقل. زي ايه؟ زي الانبوبة عندك، الغاز اللي جوه تلاقيه ان هو ايه تحت ضغط عالي، اول بس ما بتفتح الحنفية تحس ان هو بيطير. ليه يا مستر؟ انت كده الغاز بينساب من المنطقة الاعلى في الضغط للمنطقة الاقل في الضغط. تالت حاجة عندي، هل قابل للانضغاط؟ قابل للانضغاط. ادي يا عم عندي اناء، والاناء ده حاطط فيه غاز، المسافات البينيه بين كل جزء والتاني كبيره، اروح حاطط هنا مكبس واضغط عليه بقوه، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان المسافات البينيه بين كل جزء والتاني قربوا، فبقى شكله عامل كده. بص قربوا من بعض شويه، والمكبس كان واقف هنا، نزل المسافه دي. عارف كل ما تضغط اكتر هتلاقي عندك ان الغاز ده تحول لسائل. زي كده الانبوبه، تحس انت لما تمسك الانبوبه وتهزها تحس ان كأن في ميه جوه. ايه اللي حصل؟ انت حاطط الغاز اللي جوه ده تحت ضغط كبير جدا، فبالتالي الغاز اتحول لسائل. اول ما بتفتح بس البتاع ده، مش عارف الحنفيه ولا ايه، لما تيجي تفتحها تلاقي الغاز بينساب من المستوى الاعلى في الضغط للاقل في الضغط، فتلاقي السائل اتحول ايه لغاز، لانك انت فكيت الضغط اللي عليه. يبقى تاني، الموائع السائله اول حاجه ليها حجم معين، تاني حاجه حركتها انسيابيه، تالت حاجه غير قابله للانضغاط. طيب تعالى الموائع الغازيه، اول حاجه يا مستر تشغل الحيز اللي موجوده فيه، تاني حاجه يا مستر قلنا ليها حركه انسيابيه، تالت حاجه يا مستر قابله للانضغاط. تمام لحد هنا زي الفل. تعالى ناخد اول خاصيه معانا بقى. الكلام اللي انا قلته لك ده كلام لازم انت تعرفه في البدايه عشان ايه تثبت المعلومات اللي عندك. بص يا سيدي ركز معايا. اول خاصيه عندنا هناخدها من خواص الموائع هي الكثافه. هحاول اكبر لك الخط عشان الناس بتقول خطك صغير يا مستر. طيب ايه الكثافه دي مبدئيا لما تيجي تشرح اي حاجه مع نفسك، ما هو انت لازم وانت بتذاكر تشرح كده، تقول الحاجه دي انا لازم اعرف ليها 5-6 حاجات كده. ايه هم؟ اول حاجه لازم اعرف القانون بتاعها، القانون. تاني حاجة لازم أعرف، صغر بس المسافة، لازم أعرف تعريفها، التعريف. ورجالة الأزهر بقى، تالت حاجة عندي عرفت القانون، عرفت التعريف، أعرف الوحدة، وحدة القياس. رابع حاجة صيغة الأبعاد. واحد في اولى دلوقتي ايه يقول لك ده انا في اولى ثانوي وما كنتش بذاكر، صيغه الابعاد ايه دلوقتي؟ طيب خامس حاجه الميل. في حاجه تاني، سادس حاجه العوامل اللي بتتوقف عليها. تمام. حاجه تاني، تعالى بس خلي بالك الوحدات المكافئه، عشان واحد يقول لي الوحدات المكافئه فين؟ طيب وفي كمان ممكن تقول لي هي كميه فيزيائيه قياسيه ولا متجهه؟ جدع. طيب القانون يا مثلا الكثافه الرو بتساوي ام على فوليوم. مين ام دي؟ كتله. مين ده؟ حجم. مين ده؟ كثافه. شكرا. ليه حطيت التعريف رقم 2 مش رقم 1؟ لان انا عاوز اعلمك حاجه. ايه هي؟ علمني يا مستر ازاي من القانون اعرف. ايوه جدع. يبقى الكثافه عباره عن ايه؟ هي كتله وحده الحجوم من الماده. هي اهي، هي كتله وحده الحجوم من الماده. واحد يقول لي يا مستر نظام جديد ما يفرقش معايا. لا يا عم يفرق مع بتاع الازهر. طيب الوحده يا مستر سهله. الرو اللي هي الكثافه عباره عن كتله على حجم. الكتله وحدتها ايه؟ الكيلو جرام على الحجم وحدته متر تكعيب.
طيب واحد يقول لي ينفع اجيب الوحدات المصغره من الكيلو جرام؟ عودتك ان الكبير مع الكبير، يعني الكيلو جرام مع المتر. طب لو قال لي جرام يبقى الجرام على المتر تبقى سنتيمتر تكعيب. تمام. هل في وحدات تانية يا مستر ممكن اجيبها للكثافة؟ ممكن تجيب وحدات تانية هنعرف كمان شوية. المهم يبقى انت عندك الوحدة بتاعتك اهي لحد هنا يا سيدي، في اي مشكلة؟ لا يا عم مفيش اي مشكلة. طيب صيغة الابعاد بجيبها من وحدة القياس. الكيلو جرام ام اس حاجة؟ لا، يبقى اس واحد على المتر ده طول، يعني اقدر اقول عليه ال اس حاجه اس 3 في ممكن اخليها تي، في هنا تي اصلا؟ لا، يبقى اس صفر. يبقى ممكن يكتبها لي كده وممكن يحط لي التي، بس لازم تبقى اس ايه؟ اس صفر. طيب الميل يا مستر، الميل سهل قوي دي يا مستر، اقدر ارسم الميل اهو. يعني انا عندي القانون رو بتساوي ام على الفوليوم. حلو قوي. لو انا حطيت لك هنا الام وهنا حطيت لك الفوليوم، ام وفوليوم يعني تقسم ده على ده هيديني مين؟ هيديني الرو. طب يا مستر لو انا حطيت لك هنا ادي وليكن الرو وهنا واحد على الفوليوم، علاقه عكسيه اهو، يبقى ساعتها بص بجيب الميل ازاي؟ الميل بتساوي ده على ده، يبقى الرو على واحد على الفوليوم، يعني مقام المقام بسط، يبقى الرو بتساوي ايه؟ الرو قصدي في الفوليوم بتساوي مين؟ الميل. طب ثواني بقى يا مستر، ساعتها برضو بتساوي ايه؟ يعني ايه الميل بتساوي رو فوليوم؟ الاقي جايب لي في الاجابات هل هي بتساوي الام؟ الاجابه ليه؟ لانك انت عشان تعرف، ما انت اهو جبت الميل بتساوي رو على واحد على الفوليوم، طلعت المقام فوق بسط طلع لي رو فوليوم. طب هي بتساوي مين؟ تروح تجيب العلاقه الاساسيه تطلعها بره كده وتقول لي مش انت بتقول ان الرو، انا بعامل الناس اللي هي ما بتعرفش تجيب الميل، ام على الفوليوم بتضرب طرفين في وسطين، يبقى رو فوليوم بتساوي ام في واحد بام. طب ما هو رو فوليوم بتساوي ام. تمام لحد هنا في اي مشكله؟ لا يا عم مفيش اي مشكله. معنى كده يا مستر ان انا عندي الكثافه بتاعتي تتوقف على الكتله وتتوقف على الفوليوم؟ الاجابه لا. ازاي يعني؟ ده انت اهو رسم العلاقات. ايوه الاجابه لا، الرو ما بتتوقفش لا على الحجم ولا على الكتله، بس خلي بالك عند ثبوت درجه الحراره والضغط. الكلمه اللي انا قلتها دي لو انت ما مشيتش بيها في اي حته، يعني واحد يسالك هو انا دلوقتي عندي لو الكتله اتغيرت وعندي وليكن لو مثلا الكتله ثابته والحجم اتغير، هل الكثافه هتبقى ثابته؟ الاجابه لا. ليه؟ ما هو انت معنى ان انت غيرت الحجم يبقى انت لعبت في ضغط او درجه حراره. مش فاهم حاجه، ما انا هفهمك دلوقتي، بس لما اجي اسالك سؤال اقول لك هل الرو تتوقف على الكتله والحجم عند ثبوت درجه الحراره والضغط؟ الاجابه لا، ما بتتوقفش عليهم. امال بتتوقف عليه؟ تعال اقول لك بتتوقف على ايه. ركز معايا. بص يا سيدي كده احنا داخلين رقم 6. ايه العوامل اللي بتتوقف عليها الكثافه؟ بص يا سيدي، اول حاجه نوع الماده. يعني ايه نوع الماده؟ ايوه ما انا دلوقتي عندي مثلا الماده ماده صلبه، مثلا صلب حديد، طب مثلا خشب، طب مثلا ميه، طب مثلا زيت، طب مثلا جليسرين. انت بتعمل ايه؟ دي ماده ودي ماده ودي ماده، دي ماده ليها مسافات بينيه ودي ماده ليها مسافات بينيه ودي ماده ليها مسافات بينيه. اذا كل ما الماده تختلف كل ما الكثافه بتاعتي تبقى مختلف. يبقى انا دلوقتي عندي ان الكثافه دي خاصيه فيزيائيه مميزه. ليه؟ لان انا ما عنديش مادتين ليهم نفس الكثافه. تمام. تاني حاجه الوزن الذري او الوزن الجزيئي. ايوه نفس الكلام، ما انا ما عنديش مادتين لهم نفس الوزن الذري ولا الوزن الجزيئي. تمام. تالت حاجه المسافات البينيه. يعني ايه يا مستر؟ ايوه طب على فكره يا مستر انت لو جيت بصيت هتلاقي ان الثانيه زي الاولى والثالثه زي الاولى، بس انت عمال تكتر لي في 1 و2 و3، يعني مش محتاج احفظهم اصلا.
ما انا دلوقتي يا مستر المسافات البينيه، ما انا دلوقتي عند الميه، هل المسافات البينيه لجزيئات الميه زي المسافات البينيه لجزيئات حته الحديد او الخشبه؟ الاجابه لا، دي والله المسافات البينيه بين كل جزيء والتاني بتبقى قليله فماسكين في بعض، اما دي المسافات البينيه بين كل جزيء والتاني متوسطه. اما لو جبت غاز المسافات البينيه بين الجزيئات وبعضها كبيره، فبالتالي يا مستر لو المسافات البينيه بتاعتي مختلفه فبالتالي انا عندي الماده دي غير الماده دي غير الماده دي، يعني مش نفس نوع الماده، فبالتالي يا مستر عندي كثافه مختلفه. انت ما جبتش اي حاجه جديده. طيب رقم 4 بتتوقف عليه، بتتوقف على، ناخد واحده كده قبل الاثنين التقال، بتتوقف على مستر نسبه الشوائب في الماده. ايوه، في انت عندك في ماده بيور، بص هي حديد حديد، وفي ماده لا بيبقى حديد وداخل معاها حاجه تاني، فدي ليها كثافه ودي ليها كثافه. تمام، عندك وليكن ميه، لا ميه نقيه، وعندك في ميه لا فيها شوائب، يبقى كثافه دي غير كثافه دي. طيب خد كمان واحده 5، درجه الحراره. الله، اهم 2 درجه الحراره واللي هقولها لك الضغط. وخلي بالك انا ممكن ارص لك ال6 عوامل واقول لك سلام عليكم احنا خلصنا الجزئيه دي ويلا نقلب عشان نخش في الجزئيه اللي وراها، ولكن ايه يا عم، لازم افهمك حاجه في النقطه رقم 5 و6. ايه هما؟ بص يا عم، ازاي انا لو غيرت درجه الحراره الكثافه بتاعتها تتغير؟ اللي فاهم معايا الحصه من اولها يقدر يقول لي بسيطه وسهله. ايه يا عم، دلوقتي يا مستر لو انا عندي وليكن اناء في حته حديده يا مستر، ورحت انا رفعت درجه الحراره، ايه اللي هيحصل؟ الماده دي، ركز كده معايا بقى، انا عاوزك بقى تربط بقى الكلام اللي فوق ده. الماده دي يحصل لها ايه؟ هتبدا ان هي تتحول، كانت صلبه بقت سائل، يبقى اتحولت من صوره لصوره، يعني معنى كده المسافات البينيه بتاعتي اتغيرت، صح؟ ما هو انت غيرت في درجه الحراره فالماده اتحولت من ماده لماده، يبقى الماده اختلفت، ومسافات بينيه كانت هنا صغيره ماسكين في بعض، المسافات البينيه كبرت، يبقى انا لو غيرت في درجه الحراره هبدا اصلا اغير نوع الماده اصلا، وهبدا اغير المسافات البينيه، فبالتالي اقدر اغير مين؟ الكثافه. تمام، في هنا عندي معلومه لازم اقولها لك، كل ما الوزن الذري بتاع الماده كان كبير كل ما الماده بتاعتي هتبقى اتقل، كل ما كثافتها هتبقى كبيره. اكتب دي عندك كده. طيب رقم 6 الضغط. ايه الضغط دي؟ ايوه الضغط هنا، خلي بالك وركز هنا في الضغط على المواد اللي موجوده في الصوره الغازيه. ايوه مالها يعني؟ لو انا عندي وليكن اناء والاناء ده فيه غاز، معنى كده ان المسافات البينيه بين الجزيئات وبعضها كبيره جدا، رحت انا جبت وليكن هنا مكبس واثر عليه بقوه، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا المكبس ده ينزل لتحت مسافه معينه، انت بتضغط بقوه هيبدا ينزل وليكن لتحت شويه، والجزيئات دي تبدا تقرب من بعض. انت عملت ايه؟ بص كده، انا غيرت في الضغط، يعني وليكن زودت الضغط، ضغطت بقوه معينه، فرحت غيرت في المسافات البينيه بين الجزيئات وبعضها. فانا كنت قايل لك معلومه من شويه، انت كل ساعه عمال تضغط 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 لحد، خلي بالك عشان في كيرف هناخده في اخر الترم ده، لحد ما اوصل عند نقطه معينه واجي اضغط تاني هلاقي الغاز ما بينضغطش. فجه واحد شاطر رد عليا دلوقتي حالا قال لي يبقى كده من الاخر الغاز اتحول لسائل، وانت لسه قايل لي ان السوائل غير قابله للانضغاط. يبقى خلي بالك الراجل ده كل ما عمال يضغط كل ما المسافات البينيه بين الجزيئات وبعضها عمال تقرب، فانا كده اصلا غيرت الماده خالص، فانا كده الكثافه بتاعتي عمال تتغير. فجه عند نقطه معينه وانا عمال اضغط مش راضي يا مستر يضغط تاني. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي الماده اتحولت من صوره غازيه لصوره سائله، وانت قلت لي ان السوائل غير قابله للانضغاط، فساعتها لو جينا رسمنا كيرف كل ما تضغط كل ما تلاقي ايه؟ مفيش حاجه بتحصل يا مستر، وده كيرف هناخده في اخر ان شاء الله الترم بتاعنا. يبقى خلاص، يبقى انا خلي بالك لو انا جيت بقى يا مستر جيت قلت لك ايه؟
انت لسه قايل لي ان الكثافه ما بتتوقفش على الكتله والحجم بشرط ان درجه الحراره والضغط عندي ثابتين. طيب اما اللي بتوقف عليه بتوقف على الست حاجات دول. طيب لو انا جيت مثلا يعني الكثافه بتاعته تتغير بالرغم اللي انت قايل لي ان والله بص الكثافه ما بتوقفش لا كتله ولا حاجه. ايوه بس بشرط ثبوت درجه الحراره والضغط. طب اديني مثال. لو انا دلوقتي عندي اناء، الاناء ده فيه غاز حلو، الام بتاعتي معروفه ماشي، وليه فوليوم، الفوليوم اللي هي مساحه القاعده في الارتفاع. جبت انا مكبس زي المثال ده وضغطت عليه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الجزيئات قربت من بعض شويه، الارتفاع بتاعي قل، يعني لو كان هنا 2 بقى 1، والمساحه بتاعتي وليكن لو هنا ايه هي ايه. طيب ايه اللي حصل؟ الحجم بتاعي وليكن قل، او الحجم بتاعي ايا يكن خففت الضغط يعني رفعت المكبس شويه زاد، يبقى انا عمال العب في الحجم. الام ثابته، الرو بتساوي ام على الفوليوم. هتقعد انت تلعب في الفوليوم، يعني انت لعبت لي في الضغط، الضغط لما يتغير الكثافه تتغير، يبقى ساعتها انت لعبت في الضغط فالحجم اتغير، الكتله ثابته، يبقى دي تتناسب ساعتها مع مين؟ مع الفوليوم. تمام. يلا يا عم نكمل. يبقى انت كده خدت 6 حاجات، السبعه اللي انا قلت لك ممكن تكتبها هي دي كميه فيزيائيه قياسيه ولا متجهه؟ يعني يفرق معاها الاتجاه في حاجه؟ لا طبعا ما يفرقش معاها الاتجاه في حاجه، يبقى نقدر نقول ان هي كميه فيزيائيه قياسيه لا تتوقف على اتجاه الاتجاه، ولكنها يفرق معاها المقدار وخلاص. تمام. طيب خدنا كده يا مستر الحمد لله العوامل اللي بتوقف عليها مين؟ الكثافه. طيب نخش على ايه يا عم؟ نخش على حاجه اسمها الكثافه النسبيه. طيب نخش على الكثافه النسبيه، نمسح دي ادي اهو. انا بحاول ما اطولش عليك الفيديو، وفي نفس الوقت انا مش جاي هنا راجع، انا جاي هنا اشرح لك، يعني انا من الاخر عاوز افهمك. يا لهوي على السوسته دي. ماشي، انا عاوز هنا افهمك مش مجرد بتاخد الدرس وخلاص. طيب ادي يا سيدي المذكره بتاعتنا اهي. المذكره بتاعتنا دي لو انت حابب تطلبها ان شاء الله هوصلها لك. حرفيا هي من الاخر، تخيل انا لامم لك المنهج كله في دي شرح وفيها اسئله محلوله. حرفيا ابسط ما يمكن المنهج انا لاممه لك في 78 صفحه، المنهج كله، وفي حاجات نظري والله العظيم انت ممكن حرفيا ما تلاقيهاش اصلا عندك في كتاب خارجي. فالحمد لله يعني قدرنا نبسط لك الدنيا في المذكره بتاعتنا دي. طيب بص يا سيدي، وعامل لك بقى بعد كل كده درس زيتونة المسائل، حاجات كده خبيثه ممكن تجي لك. طيب احل من فين يا مستر؟ معاك كتاب الامتحان؟ قشطه يا عم زي الفل. طب معاكش كتاب الامتحان يا مستر اعمل ايه يعني ساعتها؟ يا عم سهله وبسيطه، برضو احنا معانا المذكره بتاعتنا فيها اسئله برضو تقدر تساعدك ان شاء الله. طيب تعال ناخد يا مستر الكثافه النسبيه، وبعد ما هناخد الكثافه النسبيه بتاعتنا هناخد برضو تطبيقات على الكثافه، يعني براحتك ناخد ممكن التطبيقات الاول، الكثافه النسبيه الاول مفيش اي مشكله، وبعد كده هخش لك على زتونه المسائل، ودي حتى انا هحطها لك في الفيديو ده وهطلعها برضو في فيديو لوحدها علشان الناس يعني لو عاوزه تحل على طول وهي عارفه الشرح الدرس بتاعنا. طيب ايه الكثافه النسبيه دي؟ تعال ناخد الكثافه النسبيه. ايه الكثافه النسبيه؟ الله اكبر الله عظيم. شوف الدرس الاول بسيط، انا عارف يا مستر هو الدرس الاول كده على طول. الكثافه النسبيه دي يا بطل هي عباره عن ايه؟ بص كده، هي عباره عن كثافه اي ماده ادي الكثافه النسبيه بتساوي كثافه اي ماده على كثافه مين؟ الماء. يعني المقام بتاعي ميه، كثافه اي ماده على كثافه الماء. طب يا مستر شكرا. يبقى انا اقدر اقول ان الكثافه النسبيه هي عباره عن ناتج مين على مين؟ هي نسبه، اسمع كده، هي نسبه كثافه الماده اي ماده الى كثافه مين؟ الى كثافه الماء عند نفس درجه الحراره. طيب يبقى اول قانون للكثافه النسبيه هنعملها كده، كثافه النسبيه بتساوي رو ماده نكتبها اكس مثلا على رو نكتب الميه دبليو. طيب او ما انا ممكن افك بقى، ما انا لازم ابقى فاهم. ما انت بص، اي حاجه انا عودتك بتسال عن ايه؟ قانونها.
طيب تاني حاجه تعرفها، جميل. تالت حاجه الوحده، لو ليها صيغه ابعاد، لو في ميل، لو في عوامل، لو هي كميه فيزيائيه قياسيه او متجهه. طيب انا كتبت اول حاجه ايه؟ القانون رو اكس على رو دبليو، يبقى كثافه اي ماده على كثافه الماء عند ثبوت درجه الحراره. طيب ايه القانون الثاني؟ عشان هم لهم 3 قوانين انا بحفظهم على طول. لا ما تحفظهمش، ما تفك يا عم الرو. اقدر افكها لايه؟ رو ماده عباره عن ايه؟ ام كتله الماده على حجم الماده في شقلب بقى، يبقى فوليوم ووتر على ام ووتر. تمام. طيب الراجل وانا جيت بقرا في التعريف لقيته بيقول لي نسبه بين كتله حجم معين من الماده الى، اسمع كده، الى كتله نفس الحجم من الماء عند نفس درجه الحراره. اوكي كده درجه الحراره ثابته بتاعتي، ما انا عشان اثبت الرو. طيب يعني ايه كلمه نسبه كتله حجم معين من الماده الى كتله نفس الحجم؟ معنى كده يا مستر ان هو في مره هيثبت لي الكتله وفي مره هيثبت لي الحجم. طب اعملها ازاي دي؟ بص يا سيدي ركز معايا كده. هو قال ايه؟ انا هثبت النسبه بين كتله لكتله. معنى كده ان انت لما تثبت لي كتله على كتله يبقى انت خلاص هتثبت لي حجم. يعني انا جيت قلت لك انا معايا ماده ليها حجم اسمه الف، وعندي ميه نفس كتلتها الف، يبقى انت دول انطروا مع بعض، فظهر لي قانون تاني بيقول ام اكس على ام ووتر. يبقى انا كده جبت تعريف تاني، النسبه بين كتله حجم معين من الماده الى كتله نفس الحجم، يعني هو ثبت الحجم ماشي للايه؟ للماء عند ثبوت درجه حراره. تمام. طب مش معنى يعني تثبت لي الامات؟ طب ما نثبت بقى يا مستر المره دي الكتل ونعوض بالمين؟ بالفوليوم. ساعتها هتقول القانون التعريف بتاعي ايه؟ بص اهو، انا المره دي هثبت مين؟ المره دي هثبت الامات نفس الكتله. يبقى ساعتها حضرتك تقول لي بص كده فوليوم ووتر على فوليوم مين؟ الماده. يبقى خلي بالك لانك انت ممكن تنسى وتقول رو الكثافه النسبيه هي عباره عن، ركز الله يكرمك، هتيجي تقول لي رو اكس اي بقى ايا يكن ماده ايه على رو ووتر بتساوي ام اكس على ام ووتر بتساوي فوليوم اكس على فوليوم ووتر. هروح مديك على وش، خلي بالك دي معكوسه يا راجل، ده في علاقه حتى عكسيه عن ثبوت الكتله. يبقى دي ساعتها هنا هتتحط الوتر فوق والاكس ايه؟ تحت. وساعتها هتقول لي هي النسبه بين ايه يا عم؟ هي النسبه بين وزن حجم معين من الماده الى وزن نفس الحجم من الماء عند ثبوت مين؟ عند ثبوت درجه الحراره. فواحد يقول لي معلش كده، بص كده انت قلت حته حلوه قوي. التعريف اللي انت لسه قايله بلسانك ده، بص كده، النسبه بين وزن حجم معين من الماده. انا شايف في الفوليوم في ووتر، يعني المفروض انطق الميه الاول بعد كده انطق مين؟ انطق اللي هي الماده. طب ما انت ممكن تفك مين؟ الام. لو الام بتاعتي اتفكت، بس دي يعني لو انت عاوز تعرف ليه وزن على مين؟ على الجي، صح؟ فانت ساعتها هتقول ايه؟ هتقول والله بص كده ركز معايا، هتقول ساعتها انا عندي هنا الام اكس بتاعتي عباره عن، طبعا ده كله مضروب في فوليوم دبليو على فوليوم اكس، تمام؟ واضرب الام اكس دي افكها لايه؟ لدبليو اكس على جي اكس، طبعا الجي ده هطير مع بعض ماشي، وتفك لي طبعا ده كله على ال نخليها فيه اللي هي الام دبليو اللي انا هفكها لمين؟ لجي دبليو على دبليو دبليو، فدي تطير مع دي. طبعا انت ايه دلوقتي يا عم ايه اللي بالحته دي؟ ماشي، ادي اهو في دبليو اكس على دبليو ووتر، تمام؟ اهو النسبه بين، ما دي دبليو اكس ده الوزن بتاع الماده، صح؟ يبقى ايه النسبه بين وزن حجم معين من الماده الى ايه؟ نفس وزن الحجم من الماء، صح؟ معلش انا بقول برضه انا لازم اثبتها لك بصراحه، تمام؟ يبقى انت خلاص عرفت الثلاث تعريفات وعرفت الثلاث قوانين. مش عاوز تفهم التعريف الثالث يعني ايه وزن حجم معين من الماده الى نفس وزن الحجم من الماء عند ثبوت درجه الحراره، براحتك، هي دي، تمام؟ يعني انت لو فكيت القانون هتلاقي الوزن بتاع الماده مضروب في فوليوم ووتر، فهو بيقول لك ايه؟ ان انا عندي الوزن ده بتاع الماده الى وزن ده بتاع ايه؟ بتاع الماء. ماشي؟ ماشي، فهمتها ما فهمتهاش عادي.
تمام. طيب كده انت عرفت الثلاث تعريفات. يبقى قانون 3 قوانين خدناهم في الكثافه النسبيه. ايه التعريف؟ الثلاثه تعرف. الوحده حلوه قوي الوحده دي. انت بتقسم كثافه على كثافه، كتله على كتله، حجم على حجم. يعني لو ده متر تكعيب فانت بتقسم برضه على متر تكعيب. يبقى الكثافه النسبيه لها وحده قياس؟ الاجابه لا. ليه ملهاش وحده قياس؟ لانك انت بتقسم كميتين فيزيائيتين لهم نفس الكميتين فيزيائيتين. بتقسم كتله على كتله، حجم على حجم، رو على رو. فانت بتقسم كميتين فيزيائيتين لهم نفس وحده القياس، فبالتالي الكثافه النسبيه ملهاش وحده. ومادام ملهاش وحده يبقى هي حضرتك ملهاش ايه؟ يبقى هي حضرتك ملهاش صيغه ابعاد. تمام لحد هنا؟ الله ينور عليك يا مستر لحد هنا. طب يا مستر هتحل معانا حاجه؟ اقول لك بقى خليها في فيديوهات الحل. طيب ما تديني بقى الزتونه بتاعه الاسئله. قبل ما اديك الزتونه بتاعه الاسئله بتاع درس الكثافه، تعالى كده افكرك بحاجه اسمها تطبيقات على الكثافه. وانا عندي كام تطبيق؟ عندي 3 تطبيقات. طب بص كده يا سيدي. اول حاجه الاستدلال على مدى شحن البطاريه. ايه شحن البطاريه دي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق قياس كثافه المحلول الالكتروليتي او الالكترولايت اللي هو H2SO4 المخفف. تاني حاجه عندي قياس كثافة الدم. تالت حاجة عندي هي قياس أو حساب نسبة الأملاح في البول. 3 حاجات دول. اسمع كده بقى، أنا عاوزك تفهم. يعني إيه يا مستر الاستدلال على مدى شحن البطارية؟ البطارية اللي هي بطارية الرصاص اللي هي موجودة في العربيات دي بطارية عبارة عن فيها ألواح رصاص وفيها محلول اسمه ال H2SO4. ده هو المحلول الإلكترولايتي اللي هو الدايل المخفف. حلو قوي. البطاريه لما انت بتروح تشتريها من عند الراجل الجديده كده نوفي، عندك ال H2SO4 ده بيبقى كبير باشا، تركيزه بيبقى عالي، فالبطاريه مشحونه تمام. طيب انت بقى مسكت بقى العربيه وبص بهدلتها، قعدت معاك وليكن سنه سنتين، فلقيت ان ما اعرفش بقى البطاريه بتاعتك بتخلص في قد ايه. انا بصراحه ما عنديش عربيه. المهم بتخلص معاك يا سيدي بقى في وقت ما تخلص. ايه اللي بيحصل؟ عند ال H2SO4 المحلول ده بيبدأ يتفاعل مع ألواح الرصاص بتاعتك. طيب بعد ما تفاعل الراجل اكتشف ايه؟ بدأ ال H2SO4 ده تركيزه يقل عشان ال H2SO4 بتتفاعل مع ألواح الرصاص اللي هي البي بي، فتطلع لي حاجة اسمها كبريتات الرصاص. فكل ما كبريتات الرصاص ده نسبته تزيد، تركيزه يزيد، كل كده ما اعرف ان البطاريه بتاعتي كثافتها عمال تقل، يعني الشحن عمال يفضى، يعني من الاخر هحتاج ان انا اشحن. طيب لو ال H2SO4 ده خلص، معنى كده يبقى انا عندي ايه؟ البطاريه فضيت. انا عاوز اعمل ايه دلوقتي؟ عاوز دلوقتي اكسر كبريتات الرصاص عشان ارجع كل واحد لحاله، ارجع البي بي لوحدها واطلع منها ال H2SO4. فانت بتشحن البطاريه فبيزيد تركيز المحلول تاني، بيرجع تاني اللي هو H2SO4. فكل ما ال H2SO4 عندي عالي يبقى البطاريه بتاعتي مشحونه فل الفل. كل ما يقل فساعتها بيتحول ل اللي هو كبريتات الرصاص، يبقى انا كده عندي ايه؟ البطاريه بتاعتي خلاص خلصت. يبقى انت فهمت يعني ايه بتاع ده الاستدلال على مدى شحن البطاريه. انا اقيس محلول ال H2SO4، لقيته عالي يبقى البطاريه مشحونه، لقيته قليل يبقى البطاريه عاوزه تتشحن. ليه؟ لان انا عندي ال H2SO4 اتفاعلت مع الواح الرصاص مكونه كبريتات الرصاص، فبالتالي نسبه او تركيز ال H2SO4 قلت خالص. يبقى دي اول حاجه عندي اللي هي الاستدلال على مدى شحن البطارية. تمام. تاني حاجة قياس كثافة الدم. تالت حاجة عشان دول مربوطين ببعض، او خلينا في تاني حاجة قياس كثافة الدم. دلوقتي يا سيدي المفروض كثافة الدم بتاعتي بتتراوح بين قيمتين. انا دايما اقولها 1040 ل 1060 اللي هي 1040 كيلو جرام على متر تكعيب الى 10060 او 1060 1060. انا دايما اقول 1040 انا حافظها كده كيلو جرام على متر مكعب. لو كثافة الدم قلت عن الشخص عن 1040 يبقى الانسان ده عنده فقر دم، يعني عنده انيميا.
لو الانسان ده كثافه الدم بتاعته زادت يبقى هو عنده زياده ايه في تركيز ايه عندك الدم بتاعي، يعني مش عارف تقريبا عندك ايه كرات الدم بتبقى زايده شويه. تمام، يبقى لحد هنا في اي مشكله؟ ما هو كلمه ان تركيز الدم في اسم ده كثافه الدم قلت عن 1040 يبقى هو كده الكرات مش عارف الدم تقريبا الحمراء بتتكسر، يبقى الراجل ده بنقول عنده انيميا، صح؟ طب لو الراجل ده كثافه الدم بتاعته اكتر من 1060 لا يبقى هو كده عنده ايه؟ زياده في ايه؟ في كثافه الدم بتاعته. يروح بقى يكشف يشوفه عنده ايه. تمام؟ تمام. طيب يا عم ايه رقم 3 دي؟ قياس كثافه الاملاح في البول. اسمع كده، لو كثافة الأملاح عندك 1020 كيلو جرام على متر مكعب يبقى الإنسان ده زي الفل ما فيهوش أي مشكلة. زادت عن 1020 كيلو جرام على متر مكعب يبقى الإنسان ده عنده أملاح زيادة، ويبدأ يروح يكشف ويشوف إيه مصلحته فيه. تمام؟ تمام. طيب ايه اللي المفروض دلوقتي نعمله؟ المفروض دلوقتي ان احنا نبدأ معاك بزتونة الاسئلة. حلو، تاخد زتونة الاسئلة دي وتروح تكسر بيها اي سؤال. ماشي، ايه زتونة المسائل دي ولا الاسئلة؟ هجيب لك كل القوانين اللي هتحل معاك اتخن سؤال عندي. انا عارف الاسئله اللي انت بتشوفها دلوقتي، تلاقي اناء واناء جنبه وراح حط حته حديده شويه ميه وقعوا، تلاقي اناء فيه مادتين وخلطهم وعاوز الكثافه الكليه، عاوز الحجم الكلي، عاوز كثافه الخليط. الحاجات دي احلها ازاي يا مستر؟ ركز معايا ويلا بينا، وهي موجوده عندنا في مذكرتنا الجميله. وبص حاطط لك اسئله ايه تقيله تقيله جدا. طيب بص يا سيدي، مبدئيا كده نمسح بقى الجنب ده. يلا بقى نخش على يا باشا الجزء اللي احنا كلنا مستنيين. كل اللي فات ده انا راجل فهمت وعرفت القانون بتوعي. تعالى بقى نخش يا مستر على الجزء المهم، الا وهو يا مستر زتونة المسائل يا مستر اللي انا مجمعهم لك في نص ورقة عندنا في المذكرة. كل درس هتلاقيني شرحته في المذكرة عامل لك نص صفحة وصفحة فيهم كل القوانين اللي موجودة عندك اللي تحل معاك أتخن سؤال. وده إن شاء الله مش هنقوله في الفيديو ده، استنى مني الفيديو القادم اللي انا هصوره دلوقتي. بس هقفل معاك دلوقتي علشان ما اطولش عليك فيديو الشرح بتاعنا. اتمنى ان انت تخش على الفيديو الجاي وانت جاهز بالنظر والحاجات اللي احنا قلنا لك خد بالك منها. الفيديو الجاي ان شاء الله مش هيبقى طويل ولا حاجه، فيديو هيبقى فيه كل القوانين اللي عندك في الدرس ده، واي قانون كده خبيث تقدر تحل بيه اتخن سؤال عندك ان شاء الله. وبعد كده ان شاء الله هنعمل فيديو الاسئله. اتمنى ان انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك. ان شاء الله بيك باذن الله هتقدر تساعدنا ان احنا نقرب من حلم ال100,000 مشترك. احنا بنحلم بخطوه خطوه ان شاء الله عشان نقرب من حلم الدرع. اتمنى ان انت تقدر تعبنا ده وتعمل سبسكرايب للقناه لو انت مش مشترك معانا، ولايك على الفيديو ده. واي حد عاوز ياخد معانا اوفلاين او اونلاين يبعت لي على رقمي تحت، واي حد عنده سؤال واقف قدامه يبعت لي ان شاء الله وارد عليك عشان اضيفك في الجروب. وما تنساش ان انت تتابعنا على الفيسبوك وتخش معانا في جروب التليجرام والواتساب. سلام يا بطل.